السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. المهم اليوم بطبيعه الحال جيت نشارك معكم مشترياتي منتوجاتي من تيمو بطبيعه الحال. المهم اليوم راه غنخلط لكم. خديت ليا انا بطبيعه الحال، وخديت ليا نيس، وخديت لينا حتى هي. المهم انا خديت ليا البنات هاد الانصومبل هذا اللي واعر غزال، والتلوين ديالو عجبني. تيحمقني هاد اللون الصراحه، وعزيز عليا هاد اللون. المهم خديت ليا هاد الانصومبل هذا البنات. غادي نخلي لكم الرمز ديال المنتوج هنايا في الفوق. قولوا لي كيف جاكم الانصومبل. الصراحه لا كاليتي ديالو واعره بزاف، وكاين بزاف ديال الناس خداوها منهم الصديقات ديالي، وعجبني الصراحه. وحتى انا خديته، حبيت انني نشاركها معكم حتى نتوما لا عجبتكم تاخدوها. وهذا هو رمز المنتوج هنايا في الفوق. ومن بعد بطبيعه الحال خديت لي نيس. هاد الصباط هذا غزال حمقني، وفيه اللوينات غزالين. وشتو عند واحد الصديقه ديالي حتى هي خداتو لولدها ولبنتها بطبيعه الحال، وعجبوني. قلت ليها حتى انا غادي ناخدو، خديته. وهذا هو الرمز المنتوج هنايا في الفوق. صراحه بعدا المنتوجات ديال تيمو راه ما غاديش ندموا عليهم نهائيا. ومن بعد خديت لينا هاد الصبيبيط هذا غزال حمقها وعجبها، وقالت لي ولا ماما تاخدي لي هذا، وخديته ليها بطبيعه الحال. وغادي نخلي لكم الرمز ديال المنتوج هنايا في الفوق. وهادو هما المنتوجات اللي خديت، وبطبيعه الحال غادي نشارك معكم حتى هاد الصبيبيط ديال لينا، وغادي نخلي لكم الرمز ديال المنتوج هنايا في الفوق. هادو هما المنتوجات اللي خديتها البنات، وتيحمقوا الكاليتي عندهم غزاله بزاف. واي حاجه خديتها راه غادي نشاركها معكم. وبطبيعه الحال المنتوجات ديال تيمو انا تيحمقوني حيت عندهم كاليتي واعره البنات.